السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في الفيديو. في هذا الفيديو الإخوان غنشوفوا أبرز نجوم ثلاثة اللي غيكونوا غايبين على اللائحة ديال المنتخب الوطني المغربي في الماتش ديال كرواتيا، وغنشوفوا كذلك أشنو قال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على أداء ديال حكيم زياش وطريقة اللعب ديالو. بلا ما نطولوا الإخوان ندخلوا ديريكت في التفاصيل. نبداو الإخوان بالمقطع اللي نشرته المنتخب بخصوص الإصابة ديال ثلاث لاعبين اللي هما زكريا أبو خلال وسالم أملاح وإلياس شاعر. قال جا كالتالي: من خلال معاينتنا للحصة التدريبية للفريق الوطني اليوم الأحد فقد تأكد لنا أن هناك ثلاث لاعبين قد يغيبون أمام منتخب كرواتيا. الأمر يتعلق بزكريا أبو خلال وسالم أملاح وإلياس الشاعر، ويعود السبب إلى وجود إصابات طفيفة لم يشفوا منها، وقد تبين مدى جاهزيتهم لمباراة الافتتاح في الحصتين التدريبيتين. أبرز اسم في هذا الإخوان صراحة هو سالم أملاح اللي غنحتاجوه بزاف في خط الوسط نظرا للبنية الجسمانية القوية اللي عنده ما شاء الله. دابا الإخوان غادي ندوزو للتصريح ديال تيبو كورتوا بخصوص حكيم زياش وطريقة اللعب ديالو، بحيث قال: إن طريقة لعب حكيم زياش تشبه تماما طريقة لعب الدولي المصري محمد صلاح. كلاهم يمتازون برشاقة عالية في الجانب الأيمن، وقد نلاقي صعوبة في تلك الجهة، لكننا أعددنا خططا محكمة بفضل المدرب مارتينيز. صحيح أن مواجهات المغرب وكرواتيا هما أهم مواجهات في هذه المجموعة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للوصول في أبعد نقطة في هذه المشاركة. كان هذا الإخوان هو التصريح ديال تيبو كورتوا بخصوص حكيم زياش. كما قلت لكم الإخوان البلجيكيين حاطين علينا العين بزاف وكيدرسوا الطريقة ديال اللعب ديالنا. هذاك الشيء خاص الإخوان يديروا ولي الراقي حتى هو بخصوص المنتخب البلجيكي. هذا ما كان الإخوان، تشوفوا فيديو إن شاء الله، في أمان الله.